السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطويجين بالدجاج والبصله والزبيب اللي كيجي رائع بزاف وبنين ومعلق، ما تشبعوش منه المذاق. يا سلام. وكيف قلت لكم الزيتونه البنات راه كيجي رائع بزاف وبنين. كيف قلت لكم ما فيش لا البلول بزاف لا والو، معلق وكيشهي. كيف كتشوفوا غير المنظر ديالو البنات رائع. كنتمنىكم تجربوه وما تبخلوش عليا كيف ديما باللايك وكومونتير زوين في القناه واشتراك طبعا. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى لي لايك ديالكم، شكرا لكم بزاف من القلب. كنتمنى لكم التوفيق داخل الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيشوفونا. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي. هنا كيف كتشوفوا خديت الدجاج، غادي نشرملو في واحد الاناء. كناخذ الدجاج على حسب الافراد الاسره، داكشي اللي نتوما في الدار غديروه. من بعد ما غسلته بالحامض والملحه كيف كتشوفوا معايا كنعصر هاد النص حامضه، كنعصرها في الدجاج ديالي، وكنحيد هذاك شويه ديال اللب من الحامضه من الداخل باش نشرملو ويجينا الدجاج ديالنا بنين. صافي هنايا غادي ندير شويه ديال الملحه، غندير سكينجبير والملحه والخرقوم والبزار، وغنديروا الزيت والربيع والخرقوم. هاد العطريه هي اللي غنشرملو فيها الدجاج وكيجي بنين بزاف وكيجي فتي كيطيب على خاطرو. غادي ندير شويه ديال زيت العود، كيف قلت لكم الملحه ما تكثروش مع الحامض. صافي. الربيع البنات اللي قطعته من قبل ودرته في المجمد كيف كتشوفوا معايا. صافي غادي ندخل هاد العطريه في الدجاج ديالي غير بيدي حتى كنشرملو مزيان على حقو طريقو. هنا البنات اللي كيبغي القرفه راه غديروها ليه، انا صراحه ما كتعجبنيش، ما كنديرهاش للدجاج، مازال اللحم كندير ليه القرفه. الدجاج لا، الدجاج كنفضل غير العطريه عاديه. هنا من بعد ما شرمل الدجاج ديالي خديت جوج بصلات. غادي نشارك معكم البنات هاد الطاجين سوسي 100%. كناخذ هاد البصله هادي كنقطعوها دواور، كنستفوها في الطاجين من التحت. من بعد ما كنديروا فيه الزيت النباتيه ولا الروميه على حساب نتوما باش كطيبوا. انا ما كنطيبش بالزيت النباتيه، حيت ملي كديروها البنات فوق ملي كطيب هي كتشحر كتعطي واحد المذاق في شكل. هنايا البصله ديالي قطعتها، غادي نحط عليها الدجاج. غادي نزيد البنات البصله عاوتاني من الفوق، ولكن غادي نقطعها في هذاك المول اللي كنت دايره فيه الشرموله ديال الدجاج. غادي نقطع فيه البصله باش تاخذ ليا داك، لا باش تنسم بداك العطريه اللي باقا ليا في هذا البول ديال اللي شرملت فيه الدجاج. صافي كنشنفها بحال هكايا وكنطلقها شويه بيدي وكنديرها من الفوق. صافي كندير شويه ديال الماء كنغسل بها داك الاناء وكنكبو على الطاجين ديالنا وكنديرو فوق البوطه يطيب. من بعد ما كنديروا ليه واحد الحفنه ديال الزبيب اللي كنغسلها ورطبتها في الماء واحد شويه كنديرها من الفوق. صافي غادي نزيد شويه ديال الربيع من الفوق وغادي ندير شويه ديال الزيتون. صافي وغادي ندير واحد الطرف ديال الحامض من الفوق وشويه ديال الملحه شويه ديال البزار من الفوق. صافي هنايا البنات دابا غادي نديرو الطاجين ديالنا فوق النار يطيب. كيف كتشوفوا هنايا باقي ما طلقش، كيف كتشوفوا البنات باقي ما طلقش هذيك العطريه كامله، حيت يلاه كيتشحر. كيف كتشوفوا كيطيب على المهل.
وكيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هنايا راه بدا كيطيب. زدت ليه الزيتونه البنات من الفوق، وكنبدا نهز البلول من التحت وكنكبو على الدجاج من الفوق باش يعطينا المذاق اللي زوين، وداك العطريه وداك ليدام يدخل للدجاج ديالنا ويجي بنين، يجي طايب على حقه وطريقه. من بعد ما كيطيب البنات الطاجين ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. البارح راه درت غير الطاجين ودوك الفطائر اللي شاركت معكم وحريره صافي. الله يجعل البركه وبالرد ديالتي. انا البنات راه كل نهار كيف قلت لكم كندير حاجه، ما كنصورش صراحه، ما كنديرش شحال من حاجه، ما كنديرش جوج حاجات. بحال دابا اليوم درت البارح درت هاد الطاجين ديال البارح البنات، غير صورته لكم اليوم، غير مونطيته لكم اليوم وحطيته. اما راه الطاجين البنات كنديرو انايا ماشي كل نهار، زعما مره، وكل نهار كندير شي حاجه. وبسلامه عليكم البنات، نتمنى الطاجين ديالي يعجبكم، ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو قادم. بسلامه عليكم.